واش غلط انا زنيتي انه مشى في هاد التوقيت؟ واش انا زنيتي هذا هو الوقت اللي خصو يمشي؟ فين هو المكتب المسير ديال الرجاء الرياضي؟ واش اخفق في المسار ديالو؟ وعلاش عادل هاله مازال لحد الان متشبت بالمنصب؟ شنو واقع في المنخرطين؟ ضيف الى ذلك الى اين تتجه الرجاء؟ ما حقيقه اللاعبين اللي كل شيء باغي يمشي؟ واش هذه حقيقه ولا فقط مجرد اشاعات؟ شكون اللي بالضبط كيحفر وكيقلب على ان الرجاء طيح ما تنوضش؟ شكون بالضبط اللي في الكواليس خدام بهذا الشيء كامل؟ ومجموعه من المواضيع حول الرجاء الرياضي، هذا الفريق اللي يمكن نقول انه تكتاب عليه انه يعيش المعاناه، ويمكن نقول انه الصراعات ما كتساليش. اسئله كثيره كتطرح، شنو واقع في الرجاء وشكون المسؤول؟ وعلاش بالضبط هاد الناس ما بغاوش يمشيو؟ وعلاش اللي جا كيتشبت بالكرسي؟ وعلاش اللي جا كيسد عليه؟ وعلاش كل شيء كيقول انا الفاهم وانا اللي نعرف وانا اللي غنوصل ونخرج الراجل بر الامان، فاذا به هو اول واحد كيغرقها؟ تساؤلات كثيره كتطرح حول ما يقع في الرجاء الرياضي. العديد من الانديه كيوقعوا فيها مطبات، ولا يمكن نقول انه كدوز مراحل صعبه على الانديه. علاش الرجاء بالضبط كطول المده ديال الاصلاح؟ علاش الراجل اللي كنقولوا انه كاينه الديمقراطيه والشفافيه والناس كتسمع والناس كدير هي اللي يمكن ان فيها المعاناه؟ واش الديمقراطيه سبب المعاناه؟ واش المنخرطين ديال الرجاء اللي كل مره كنقولوا انه كاين صراعات وكاين كل شيء، ولكن الناس كتناقش وكتناضل من اجل الرجاء، واش هذا في صالح الرجاء ولا لا؟ تساؤلات عديده يمكن تبقى تطرح في الاسئله حتى الصباح وما غتساليش، ولكن غنحاولوا ما امكن نديروا تشريح ونعرفوا اش واقع بالضبط. واش عادل هذا هادشي اللي كيدير فيه منطقي ولا لا؟ وفين غادي بالرجاء؟ يمكن نقول انه ما بغيتش نتكلم على هذا الموضوع، ويمكن نقول انه خليت الوقت الكافي، ولكن غنعطي رايي. اول حاجه غادي نتكلم عليها هي القضيه ديال انس الزنيتي. كاين اللي كيقول لك اودي ماشي هو هذا هو الوقت اللي يمشي. انس الزنيتي عميد وما يمكنش القائد انه يخلي السفينه ويمشي. ما يمكنش انس الزنيتي انه اللي دار مسار كبير مع الرجاء وعطى الرجاء وعطاتو الرجاء ودوز واحد اللحظات اللي يمكن ما غينساوهاش. عدد كبير من الرجاء غيجي في واحد اللحظه غيسد غيمشي وغادي يقول بانه الان ما بقى عندي ما نزيد في الرجاء بواحد الطريقه اللي كلشي كيقول انها ما خصهاش تكون، الا وهي انه فسخ اليوم فاذا به كتسمع انه راه وقع مع فريق اخر. هذه القضيه دي غنقول واحد القضيه بعجاله وبخلاصه. انا كنشوف انه انا زنيتي شاف ان الناس ما غاداش راه مشى، وهذا هو الواقع. لان انا زنيتي كون عرف بان الرجاء غيكون فيها تغيير صدقوني ما غيمشيش، وصدقوني ان انا زنيتي اختار الطريق اللي يمكن انه هو بغى يخلي شويه ديال الاحترام ديالو مع الرجاء ومع الجمهور ديال الرجاء. لان بغيتي كرهتي تعرض لمجموعه من الانتقادات وتعرض لمجموعه من الاشياء اللي يمكن نقول اصعب من هادشي اللي فيه اليوم، ورغم ذلك بقى في الرجاء. ولكن تاكد انه مؤخرا ما بقى مع من يشتغل. اللي خاص الناس طرح اليوم السؤال، علاش هاد الناس اللي دايرين المشاكل ما بغاوش يمشيو من الرجاء؟ ماشي علاش انا زنيتي اختار هذا الوقت. انا كنظن انه انا زنيتي لو كان له بال له شويه ولا بصيص ديال الامل ما يمشيش. والسؤال الاعمق اشنو اللي مخلي هذا المكتب اليوم انه متشبت بالرئاسه؟ وحتى اللي كيقول انه المنخرطين عندهم دور راه غلط، لان المنخرطين ما بقى عندهم دور في هذا الامر هذا. علاش؟ لان الناس داروا اجتماع قبل المباراه ديال ساندونز وكل شيء كيتذكر هذا الامر هذا، وكانوا كيتسناو انه غيخرج واحد البلاغ وغيقول لهم داك الشيء اللي داز في الاجتماع شنو كاين وشنو كاين. والامر اللي كان كيروج انه ورا قريب هذا المكتب غيقدم الاستقاله ويمشي، كان تسناو البلاغ، فاذا بجاء الانتصار على ساندونز تمحى كل شيء بالقومه، وبقى ان هذا المكتب خصو يزيد. من بعد ذلك وقع ما وقع ومجموعه من الامور، ولكن جات المباراه ديال الجيش وكل شيء عاود مره اخرى تجمع. ولكن كان دائما المنخرط او المنخرطين عدد كبير منهم بعد من المحيط ديال الرجاء، بعد من المكتب ديال الرجاء، عرف بان هاد الناس يمكن نقول ان ما بقى عندهم ما يعطيو. السؤال هاد التشبت ديال الناس ديال المكتب المسير بقياده عادل هاله، اللي انا من النهار الاول قلته اكبر خطا دارو هو انه سد على راسو وغيقول انا اللي كنعرف وانا اللي غنسير. يعتقد بان التسيير اللي كان كيعرفهم شحال هادي من خلال ما يدونه في فيسبوك هو اللي غيسير به الرجاء، وهذا اكبر خطا طاح فيه. كان كيعتقد بانه في الوقت اللي كان هو ما كيكتب او هو كيكتب وكيقول رايه بانه هذا المكتب خصو يمشي، هذا خصو يدير، هذا خصو ما يسمعش في لي بيلي ديال الفرقه، هذا الشيء كان كيعتقد بانه اليوم هو اللي غيدير هذا الشيء بهذه القضيه ديال انني نسد عليا وندير قرارات. كيعتقد بانه الا كان هو بحب الرجاء في بعض الاحيان انه يتغاضى على امور راه كينفع الرجاء، هو كيضر في الرجاء. كنظن انه عادل هاله فشل فشل ذريع، ويمكن نقول انه من الناس اللي
وتكلمت عليه كثير، وكنت كنقول انه في البدايه ديالو انه ممكن الا عرف كيفاش يهيكل الراجا ولا دار الاصلاح ولا دار انه داكشي اللي قالو دارو فغينجح، ولكن ما دار حتى شي حاجه من داكشي اللي قال. عكس ما يمكن ان نقول انه كان تصور عند عدد كبير من الرجا، لانه القوه ديال عادل هاله باش وصل للرئاسه ديال الرجا هو بالكلام والخطاب اللي جاب التصريح ديالو اللي كان قبل ما يشد الرئاسه، وخاصه الكلمه ديال انا زاهد في الكرسي. هاد القضيه دي كانوا كيعتقدوا بانه ملي كيجي شي واحد وكيقول لك انا زاهد في الكرسي رانا جاي حبا في النادي ولا حبا في الرجا، راه هي اضافه، وهذا اكبر مشكل يمكن نقول انه طاح فيه هذا المكتب هذا. ضيف الى ذلك ان مكتب الرجاء الرياضي خدا واحد القضيه اللي يمكن نقول انها ما عاوناتوش بتاتا، وهي شناهي؟ وهي انني انا غنمشي عكس التيار. كانوا الناس كيقولوا مثلا اننا نديروا هذه القضيه ولا نتخذوا هذه الخطوه. اش كان كيدير المكتب بقياده عادل هذا؟ هاد الناس راهم فشلوا في واحد الوقت، ما خصناش ناخذوا برايهم، حنا اللي خصنا نديروا الراي ديالنا. ودور به ناس كان كيعتقد بانه هما اللي غينفعوه. والاكثر من ذلك ان قرارات خاطئه بالجمله اولها، وكنت كندوي عليه دائما، وكان هو المشكل الاساسي بالنسبه لي، هو قضيه التواصل. كان دائما بعيد وبعاد فرقه الرجاء عن الجمهور ديالها، وهذا اكبر مشكل. وجمهور الرجاء ما عمرو قبل على انه يكون غريب ولا بعيد على الفرقه ديالو، كان دائما كيعيش وسط منها بالاخبار اللي كتعطى، كان كيعيش وسط النادي بالبلاغات اللي كتكتب، كان كيعيش مع النادي بازماته. بل اكثر من ذلك دازو مسيرين رفعوا من الاثمنه ديال التذاكر حتى 70 درهم، ورغم ذلك الجمهور ادى ودخل وعاون وقاوم. علاش؟ لانه كانوا هذوك المكاتب على الاقل فيهم واحد النقطه مهمه ديال التواصل، كانوا كيقولوا واش واقع داخل النادي، كانوا كيقولوا هذا اللاعب كيتمرد علينا الجمهور كيضغط، كانوا كيقولوا ان هذا اللاعب باغي فلوس وكيمشي للجمهور وكيعاون، كانوا دائما شاركين، ولا ان الجمهور شريك معاهم، ماشي انه كيسير، لا، وانما قوه الرجاء هي هذه القضيه هذه، هي انها قربها من المنخرط وقربها من الجمهور. وهذه القضيه دي ما بقاتش مؤخرا في الرجاء. ولما شدوا هذا المكتب هذا وعزلوا الفرقه على الجمهور وعلى المنخرطين وعلى المحيط اللي يمكن نقول انه كان سابق، فلقاو ان نفوسهم غادين الى الهاويه. وكنقول انه الان الا كان خاص شي واحد يمشي فهو هذا المكتب المسير، لانه فشل وما قدرش انه يدبر المرحله، وبين على انه المستوى ديال التسيير راه صعيب. بل اكثر من ذلك انه ما يقولونه في الكواليس عكس ما تعرفونه تماما. في الكواليس كتسمعوا خطابات اخرى، كتسمعوا انه داكشي اللي كيوصلني حكا هذا واقف لينا، هذا ما معاوناش، هذا داير لينا، ولكن الطريقه اللي كيدبروا بها غريبه جدا. داكشي اللي كيقولوه ماشي هو اللي كيطبقوه. وقلتها في اكثر من مره، بالله عليكم انا ملي كنسمع اليوم لاعبين الرجاء يريدون المغادره، واش ما كتعطيكمش انطباع ان هذه راه خاص المكتب ما يباتش؟ واش ما كتعطيش انطباع ان هذا المكتب هذا فشل؟ ملي كنقول هذا المكتب ما يباتش هو انه ماشي يمشي لانه ما خصوش ولا ما عرفش، لا، ما قدرش، لان ما يمكنش يا اخي انه اليوم ملي كتشوف ان الناس اللي كيشتغلوا داخل النادي والناس اللي كيكون واحد اجير عند النادي وكيقول لك انا غادي، فكيبين لك بانك انت ما قديتيش، ما عندك كلمه، ما عندك كاريزما، ما عندك ماديات باش تعاون هذا اللاعب هذا وتعطيه وتحفزه انه على الاقل يواصل. فبالله عليكم ملي كتزيدوا هذه الايام وكتخليوا اللاعبين اليوم بعد يوم غتسمعوا لاعبين اخرين غيغادروا، اش غتخليو وراكم؟ باش غيذكركم التاريخ؟ باش غيبقاو يتكلموا عليكم الجماهير ديال الرجاء؟ باش غيحكيو عنكم الناس اللي عاشروكم وعايشوكم وقالوا بان هاد الناس ممكن هما اللي ينقذوا الرجاء؟ كنقول بانه اليوم الاستقالات كاينه في المكتب، وايضا اللاعبين كل واحد باغي يغادر، وانا لاي واحد كيلوم، لا اللاعبين ولا الناس اللي كيغادروا المكتب مسير، بالنسبه لي راهم غالطين. اول واحد خصو يمشي هو المكتب المسير اللي كيسير الرجاء دابا بقياده عادل هاله. علاش كنقول خصو يمشي؟ لان ما قدرش يدبر المرحله. وهاد اللاعبين اللي كيمشيو اليوم فكيبينوا لكم بان ما بقى مع من نشتغل، ما بقى مع من نخدم. اش بغيتوني نبقى ندير انا في الرجاء؟ ملي كنبقى في الرجاء انا وانا ما كنتخلصش، ملي غنبقى في الرجاء وانا ما تيقش في المكتب، ملي غنبقى في الرجاء انا وما عنديش مخاطب، ملي غنبقى في الرجاء انا وما عندي حتى واحد ندوي معاه ونتكلم معاه، ملي غنبقى في الرجاء كمنخرطين كذلك ولا كناس اللي كاينين في المكتب اللي كيقدموا الاستقالات. واش في اخباركم انه كاينين الناس اللي كاينين في المكتب
حتى القرارات ما كيعرفوهاش، واخا كاينين في المكتب كتخاذ قرارات وكتطبق وحتى واحد ما عرفها ولا كيعرفها. وقلتها لكم في واحد الوقت سابق، حتى ديك القضيه ديال العالمين اللي ناقشوها الناس وتكلموا عليها، راه الرئيس لما كيسولوه الناس اللي كاينين في الرجاء كيقولوا واش خديتوا هذا القرار، كيقول لهم لا، شكون اللي قال لكم؟ وشكون اللي كيتخذ القرارات باش تجي انت مسؤول اخر؟ وشكون اللي كياخذ القرار ان انا زنيتي يمشي؟ وشكون اللي كياخذ القرار ان بوزوق يمشي؟ وشكون اللي كياخذ القرار وشكون اللي كيقبل الاستقالات اللي كتمشي؟ فكنظن انه الامور واضحه، ان المكتب المسير للرجاء الرياضي فما بغاش يمشي، فما على اللاعبين الا انهم يعبروا على انهم هما اللي غاديين، وهذا شيء اللي كيضر بالرجاء ومستقبل الرجاء. بالنسبه لي سيكون صعب جدا الا هذا المكتب هذا ما اقتنعش بانه راه فشل وما قدرش يزيد بالرجاء الى بر الامان. ومخطئ من يعتقد بان لا هذوك ما خصهمش يمشيو، مشاو لان الاخرين ما بغاوش يمشيو. وكنتمنى ان هاد الناس يفهموا بان التشبت بالكرسي ما كيكونش عن طريق العشوائيه، كيكون ملي كنكون انا قاد وخدام وكندير داكشي اللي خصو يدار، فمرحبا هذيك الساعه انت قادر انه حتى واحد ما يقدر يحركك. ولكن انت ملي كتكون انه قراراتك خاطئه وانتداباتك خاطئه، وايضا التدبير ديالك للمرحله لم يكن موفق، فكنعتقد ما عليك الا الرحيل.